السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على النبي محمد. اليوم 42 من عمر الفراخ الساسو. اللهم صل على النبي، ربنا يتم على خير كده إن شاء الله. كل سنة وحضراتكم طيبين. أتمنى تعملوا لنا لايك، أمانة عليكم للفيديو. النهاردة بقى هعمل لهم حاجة جديدة، حاجة أنا ما شفتش ناس من اللي بتربي الأيام دي بتعملها. طبعا الوصفة دي من جدودنا ومن أيام زمان اللي كانوا بيعملوها. طبعا الصبار ده مزروع في جميع الدنيا كلها ببلاش. الصبار ده ببلاش. طبعا معروف ان الصبار مر. ببتدي ان انا اجيب صبارة، حتة صبارة او شقفة صبارة زي ما بتسموها، وابتدي اقطع الجوانب اللي هي بتغزغز الجوانب بتاعتها. ببتدي اقصها بالمقص، وابتدي اقطع حتة الصبارة لحتت صغيرة بالمقص، وكل الكلام ده كله احطه على سقاية المية. طبعا معروف ان الصبار مر، مية الصبار مر. فلما احطها مع سقاية المية والفراخ تشربها، في بقى في معدتها بكتيريا، في طفيليات، في ديدان، في الكلام ده كله بتقضي عليها. طبعا الفراخ لما تيجي تشربها في اول مرة بتكون مر عليها، بس مش اشكال. انا قبل ما احط لهم الصبار ده بساعتين هعطشهم، فغصب عنهم سواء المية مرة سواء المية مش عارف ايه هيشربوها. وطبعا كل ده في صالحهم. في صالحهم ازاي؟ في طفيليات، في بكتيريا، اللهم صل على النبي، هتنضف لهم معدتهم خالص. هي انا طلعت على السطح لقيت الجماعة عندنا زارعين صبار، فقلت ليه طب ما اخد. يعني انا كنت بشوف جدتي بتاخد الصبار ده تعمله للبط في قلب المية. يعني كانت بتكون زارعة صبار، الاقيها تقوم كسرة حتة من الصبار زي اللي انا عاملها دي النهاردة كده، ولا تقوم ايه مقطعها بايدها، كسرها بايدها، حطها في قلب المية للبط. اقول لها بتعملي ليه كده؟ تقول لي بقى ايه، بتنضف معدتها. فلما جيت ابص في الايام ديتي لقيت فعلا كلامها صح، الله يرحمها كلامها صح. إيه، مية الصبار مرة، فلما الفراخ تشربها او البط يشربها ده بينضف معدتهم من بكتيريا، من طفيليات، من ديدان. فلما نضف معدتهم من البكتيريا ومن الطفيليات ومن الديدان والكلام ده كله والقرف ده كله، سحب العلف هيبتدي ان هو يزيد معايا، سحب المية هيبتدي يزيد معايا. فاللهم صل على النبي، الوزن هيبتدي ان يزيد معايا برضه. فحال الله التسهيل كده، ربنا يتمها على خير بإذن الله ويكملها على خير. هو النهارده اليوم 42، الوزن معايا وصل اللهم صل على النبي كيلو 430. يعني خلاص هانت على النص كيلو، هانت على كيلو ونص يعني لسه 70 جرام ويوصل كيلو ونص بإذن الله. من هنا لبكرة يكون وصل 70 جرام ويكون وصل كيلو ونص بإذن الله. أنا من أول يوم لغاية النهاردة أنا ماشي معاهم بالخلطات وماشي معاهم بالأعشاب. فيما عدا اليوم 35 وال36 وال37 تعبوا معايا، ورحت جبت لهم دواء بيطري. صورتهم ووديتهم للبيطر، ورحت جبت لهم دواء بيطري عشان كانوا كاشين قوي. يعني ما عادش ينفع معاهم الأعشاب، ما عادش ينفع معاهم خلطة البصل والثوم والليمون. فلازم أتصرف ولازم أجري وألحقهم بالدواء البيطري. فالمهم رحت جبت لهم ونضفت لهم وعطشت لهم زي ما الدكتور قال لي، زي ما نصحني. وتاني يوم اللهم صل على النبي لقيتهم اتحسنوا ورجعوا زي الأول وأحسن. فأنا اللهم لك الحمد. أنا من أول يوم، يعني أنا مثلا في أول يوم استقبلتهم على بيض مسلوق. تاني يوم بدأت أحط لهم شوية كمون وشوية كزبرة، ألفت انتباههم للعلف. في اليوم التالت شوية سمسم وشوية حبة البركة. اليوم الرابع عسل أسود. الخامس شوية نشا عشان أعمل لهم وقاية من الإسهال ومن الكلام ده كله. وحطت لهم مع النشا، حطت لهم حلبة وحطت لهم كركم. طبعا الحلبة بتزود الوزن، والكركم بينضف لهم معدتهم من البكتيريا ومن الطفيليات. اليوم السادس عملت لهم بيض مسلوق تاني. اليوم السابع عملت لهم معلقة سكر على العلف يزود وزنهم. اليوم الثامن حطيت لهم علف ومية بس. اليوم التاسع بصل وثوم وليمون. طبعا انا بقول لكم انا قدام الكشكول مسجل فيه اليوم الاول كذا، التاني كذا، التالت كذا، عشان ان شاء الله في نهاية الدورة الوزن لو عجبني فانا
امشي مع الوصفة ديتي الدورات الجاية بعد كده بإذن الله. ما ابتديش ان انا اضيف حاجة اقلل حاجة، لا ده مثلا المكون ده ما جابش معايا نتيجة استبدله بحاجة. فانا مسجل عشان كده اشوف الوزن وصل معايا كام. في اليوم العاشر بقى بدأت ان انا اوسع لهم في المكان، وزنهم وصل 200 جرام وحجمهم كبر، بدأت ان انا اوسع لهم. في اليوم الحداشر بدأت ان انا بقى اعمل لهم حاجات تقلل تكلفة العلف معايا شوية. اقطع لهم بصل على العلف، احط لهم شوية دشيشة، ابدأ اكسر لهم شوية عيش على العلف، اسلق لهم بطاطس وهرسها مع العلف. كل الحاجات ديتي بتقلل تكلفة العلف شوية. يعني انا اي نعم مش همنع العلف خالص، بس إيه هقلل التكلفة شوية. يعني بدل ما احط لهم كيلو علف في اليوم، احط لهم مثلا 3/4 كيلو علف، والربع التاني مثلا ابتدي ان انا احط لهم عيش متكسر، بطاطس مسلوقة، دي شيشة. طبعا المكونات دي ممكن احطها كلها مع بعضها مع قلب العلف، وممكن احط كل مكون لوحده. يعني ممكن النهارده احط لهم علف مع عيش متكسر، ممكن بكره احط لهم علف مع بطاطس مسلوقة، ممكن احط لهم تالت يوم علف مع شيشة، بحيث برضو اقلل التكلفة شوية، وبحيث ان انا منش عاملهم للبيع. يعني انا مش مستني منهم وزن للبيع، انا مستني ان ربنا يكرمهم، ومستني منهم وزن عشان نستهلكهم احنا، مش هبيعهم. هم عددهم مش كتير عشان ابيعهم، هم كلهم على بعضهم 30 فرخ. يعني عشان اروح ابيع 30 فرخ مش هكسب فيهم 1000 جنيه. طب ايه بقى بعد التعب وبعد القرف اللي انا شفته معاهم؟ طب ما اسيبهم ليا، اسيبهم لبيتي نستهلكهم احنا، بدل ما اروح ابيعهم ومش هيطلع لي منهم حاجة. وانا جايبهم من البداية، مش في دماغي ان انا ابيعهم، انا في دماغي ان انا ان شاء الله دول هستهلكهم. وباذن الله في المرات الجاية ان شاء الله ابتدي ان انا انزل 100، انزل 150، انزل 200، حسب التسهيل وحسب ما ربنا يسهل علينا. وهبتدي اسأل برضه في المحلات اللي جنبي اذا كانوا بياخدوا فراخ ساسو ولا لأ، لأن الإقبال على الفراخ الساسو مش زي الأبيض، لأن سعره غالي شوية، سعره غالي زي الفراخ البلدي، فمفيش عليها إقبال شوية. الناس بتروح تشتري الفراخ البيضة لأنها بتكون رخيصة، حوالي مثلا 20 جنيه في الكيلو بالنسبة للأبيض وللساسو، يعني ممكن زيادة في الفرخة 100 جنيه ولا حاجة. فالناس بتروح تشتري فراخ بيضة وخلاص، وبتكبر دماغها، مفيش إقبال على الساسو. عشان كده ما بتلاقيش في ناس كتير بتربي ساسو. ممكن الناس اللي بتربي في البيوت، إنما عشان مزرعة تجيب تنزل 2000 فرخ ساسو و3000 فرخ ساسو وتقعدهم 60 يوم، وتيجي تبص ما تلاقيش في إقبال. تيجي تكلم التجار عليهم يقرفوهم، ولا ده مفيش عليهم إقبال، لا مفيش حد بيستهلكهم، لا ده مش حد كذا، ويبتدي إن هو يخسف بهم الأرض وبسعرهم الأرض. فناس كتير بتكبر دماغها وتربي لك فراخ بيضة وخلاص. فعلى الله التسهيل كده، ربنا يكرمنا فيهم إن شاء الله 20 يوم ولا حاجة، وهنبتدي إن احنا ننتهي من دورة الفراخ الساسو دي. فالوزن وصل معايا كيلو 430. أنا بصراحة مش عارف إذا كان الوزن ده كويس ولا قليل شوية، بس أنا حاسس إن الوزن ده قليل شوية عشان هما كانوا تعبوا معايا في اليوم ال35. فبس مش إشكال، نسيبهم كمان يومين زيادة ولا حاجة على مدتهم، وربنا يكرمني فيهم كده إن شاء الله.